سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، كان في مظلمة بينهم كده ومشكلة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهم. لما مشي المقضي عليه اللي هو طلع عليه الذنب أو العقوبة يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة مهمة جدا: إن الله يلوم على العجز، ووصاه وقال له عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا ليك إنك تكون إنسان عاجز، ودايما لما بنقول العفو والصفح وهكذا ده بيكون عند المقدرة. ربنا عز وجل لا يرضى ليك أبدا إن أنت تكون ضعيف، أو إن إحنا نجري ورا تعاطف الناس ناخد حقنا ونستخدم دماغنا اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن الله يلوم على العجز، إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. لكن إذا غلبك ما يبقاش هو ده الحاجة السائدة بالنسبة لي. إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل.